السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حاجة تاني بكملة الفيديو اللي فات. بصوا يا جماعة، دلوقتي انت اكيد شفت بعينك او شفت بوست على الفيس بان لعيبة الاهلي ماشيين في المطار ورايحين امريكا. ربنا يسترها عليهم، يرجعوا بالسلامة ويكسبوا ويعملوا كل اللي الجماهير بتطمح ليه والامل اللي فيهم، وان شاء الله يعملوا حاجة كويسة في البطولة. حلو حلو. الزمالك عنده بكرة نهائي كاس مصر. حلو حلو. وانت رايح تشجع وهتشجع فرقتك وهتقف مع فرقتك، وربنا يكرم الزملكاوية وربنا يكرم بص، ربنا يكرم الدنيا كلها. انا قصتي مش في انديه دلوقتي، انا قصتي فيك انت كانسان، انت كبشر، انت كشخص، سواء مسلم او غير مسلم، بس انت شخص عاقل، عندك عقل، المفروض تحسبها بعقلك. انا بشجع كوره وبتعصب للكوره، انا مش مثالي على فكره، انا بتعصب جدا للكوره. وقسما بالله انا بالنسبه لي الاهلي ده وبرشلونه حاجه تفوق الجنون يعني. حلو حلو. بس في عندي شعره واحده، في شعره كده بتفصل ما بين حته ان انا بشجع كوره وحته ان انا انسان. انا اشجع كوره، اتفرج على كوره، اتعصب على كوره، اعمل كل اللي نفسي فيه طول ما الماتش شغال. الماتش خلص خلاص، اخري اشوف لي فيديوهات تحليل، اشوف لي الاهداف، اشوف ملخص، اتكلم شويه في الكوره زي ما بعمل كده، ادردش مع حد حبيبي شويه في موضوع الكوره، اقعد احفل على حد يحفل عليا. ده اخري. والمفروض ده يكون اخر كل حاجه عندكم، عند كل الناس، ده المفروض يكون اخركم. يا جماعه اللعيبه دي ده اكل عيشهم، ربنا يسترها عليهم ويرزقهم. ده واحد لو اتصاب بيقعد في بيتهم، وياما شفنا امثله كتير جدا كانت طلعت الصاروخ وحالهم وقف واكل عيشهم اتقطع بسبب ان هم اتصابوا. وياما لعيبه ما كملتش في ملاعب بسبب اصابات. رونالدو الظاهره اكبر مثال. الراجل ده لو ما كان لولا الاصابات كان زمانه عامل له 10 بالون دور ولا حاجه، ما حدش كان بينافسه. ومع ذلك الاصابات وقفته وعطلته، وغيره وغيره امثله كتير جدا. مش هنقعد نعد ولا نحصر، بس انا بتكلم في ايه؟ يا جماعه ده اكل عيشهم. فوقوا بالله عليكم، فوقوا. الكوره اخرها نتفرج عليها ونستمتع بيها، ما تبقاش هي محور حياتنا. ما تشيلش نفسك ذنب عشان خاطر كوره. انا قسما بالله بندم على كل مره شتمت فيها لعيب. انا حاليا دلوقتي بقيت بتفرج على الماتش ما برضاش اشتم ولا اتعصب. ليه؟ لان انا بشيل ذنب. انا اكتشفت ان انا عمال اشيل ذنوب على الفاضي. هما بياخدوا البطوله تمام، كسبوا، كل واحد فيهم خد له قرشين حلوين في الحساب بتاعه، وانا صباح الفل نمت الحمد لله. بصحى افضل سهران لحد الساعه 1 2 بالليل اتفرج على الماتش، واصحى الساعه 7 غصب عن امي عشان خاطر اروح الشغل بتاعي. وده حال كلنا على فكره، حالنا كلنا. فيا جماعه فوق. الكوره اخرها نتفرج عليها ونستمتع بيها، لا اكتر ولا اقل. ماده ترفيهيه، لا تشيل نفسك ذنب عشان كوره، ولا تدعي على حد، ولا تتمنى الشر لحد. وهقولها تاني وتالت ورابع، تتحرق الكوره اللي تخليك انسان شراني وعدواني.